السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وقبل كل شيء، عزاؤنا واحد في اللاعب الشاب، لاعب نادي الوداد البيضاوي، أسامة فالح، اللي وفاته المنية. نسأل الله له المغفرة، والله يصبر العائلة ديالو الكبيرة والصغيرة. غنتكلموا على السوبر ليغ الإفريقي الوداد، اللي دائما كتعودنا وكتشرف الكرة المغربية، ودائما كتمثلنا أحسن تمثيل، أحسن سفير للكرة المغربية. اليوم كان تأهل ضد خصم عنيد اللي هو الترجي التونسي، خصم من الصعوبة التغلب عليه، وخصوصا في رادس في تونس. مقابلة ما كانش سهلة، وتعذبات الوداد يعني كثيرا وطيلة المقابلة. عادل رمزي اللي لعب طيلة المقابلة إلا القليل، إلا ملي تماركا عندنا البيت، لعبنا ببلوك موين. الترجي هما اللي داروا الفعل، والوداد كتسنى ردة الفعل، كتسنى شي كونتراتاك اللي يعني مالوروزمون ما كانش قليل بزاف، ما شكلش خطوره على الخصم. يعني مزيان ملي شوط اول كامل ما تسجلش علينا الهدف، وتسجل في الهدف ديال السبق ديال الترجي التونسي في الشوط الثاني، اللي صعب من المأمورية ديال الوداد، ودخلوا اللاعبين في واحد الارتباك بين الخطوط، بين الدفاع وفي الوسط وفي الهجوم، يعني اللي ترتب عليه اخطاء سواء في التمرير او لا في التموضع ديال بعض اللاعبين. وتسجل كذلك هدف ثاني اللي كان في وضعيه تسلل، وتسلل اللي شويه ديال التسلل. الا عاودنا اللقطه غنشوفوا يعني كيف استطاع اللاعبين ديال الترجي من خلق مثلثات، يعني قرب مربع العمليات، ومن ثم يعني التمرير وبسهوله من دون مراقبه ومن دون يعني واحد الحراسه اللي كتكون فرديه هذه. وهذا كيحول لنا هذه اللقطه هذه بالضبط، كتحول لنا علاش ذكرتها، لحقاش غادي نلعبوا مع فريق في النهائي ميلودي اللي كيتقن يعني في افريقيا كامله، يعني معروف عليه هاد المثلثات وهاد اللعب القصير وخلق مثلثات ومربعات يعني في العمق ديال المنطقه ديال الخصم، وبالتالي يعني يقدر يشكل لنا شي خطوره كما شكلها هذا الهدف يعني ديال الترجي اللي كان مرفوض. البيت اللي تسجل على الوداد بكره راسيه، الا لاحظنا ان اللاعب اللي تلقى الكره ودار واحد ارتقاء، يعني ضرب واحد 5 أو 6 متر جريا وهو بوحده، يعني بدون رقابه، واستطاع باش يوصل قرب يعني حارس المرمى مطيع، ودار واحد الارتقاء، ومن ثم ضرب ضربه راسيه اللي كانت ممتازه. ولكن لو كان الحراسه ديالو وشي واحد اللي تهز معاه دار معاه اندوير وداكشي، كان غادي يقدر يضربها يلحقها، وني ماشي بديك الدقه والتركيز والقوه ديالها. لهذا يعني يجب اخذ الحيطه والحذر من الكره الثابته، ويعني يكون الماركاج اللي يكون انديفيديال، ونحضيو من يعني باش ما يكونش واحد التباعد بين وسط الميدان وبين الدفاع، بين يعني فرحات وبين حركاس، يعني في العمق ديال الدفاع اللي منه يقدر يكونوا مثلثات اللي غيشكلوا لنا خطوره وطلب وراء الظهر ديال المدافعين. لهذا يجب الحيطه والحذر. السيناريو اللي لعبت به الوداد، يعني بقات كتدافع يعني تقريبا طيله المقابله. الخصم يعني هو اللي كان مستحوذ بواحد الشكل كبير على الكره، يعني وشفنا تنوع في الهجمات سواء من الوسط او لا من الاجنحه، وكذلك عبر الكرات الطويله. يعني شفنا ملي كنشدوا حنا الكره وكنبغيو نديروا يعني رده الفعل، كنلعبوا على شرقي البحري، يعني مالوريزمون كاع دوك لو ديال خسرهم الشرقي البحري، وكذلك ما كانوش حيمود والدراوي ما كانوش كيربحوا دوزيام بال، يعني ملي كتطيح الكره الالتقاء تيكون ديال البحري مع المدافع وكطيح دوزيام بال ما كناش كنربحوها. يعني هادو حوايج اللي خصهم يتسجلوا. يعني كنشوفوا بان مثلا بوهره يعني بديك السرعه ديالو بديك الاختراقات ديالو كان خصو يكون مع اللاعبين. يعني الانتصار هو جميل سيرتو
من الرادس كنعرفوا يعني الكره ديال شمال افريقيا كيفاش ملي كيكونوا فروق يعني كتجمعوا بين الجزائر المغرب تونس المغرب ومصر كتكون واحد الحده وكتكون عندها واحد الحساسيه. الحمد لله داز هذا الاختبار داز بسلام. باقي لنا يعني المقابله النهائيه اللي عندنا كل الثقه وكل الطموح باش الوداد البيضاوي ان شاء الله تمشي في هذه المقابله. ولكن يعني نلح ونصر كذلك المدرب والجمهور بان المقابله خصها تحسم في مدينه الدار البيضاء باش كنمشيو بواحد الاريحيه ديال هدف او لا جوج وما يستقبلوش الوداد البيضاوي، ما خصهمش يستقبلوا هدف هنا بالدار البيضاء. نتمنى حظ موفق للوداد. اعتذر على تاخير هدف تقديم هذا الشرح المبسط لما جرى في مقابلة الوداد والترجي. مرة أخرى الرحمة والنور على الشاب اللي توفى، ونسأل له المغفرة والرحمة، وعزاؤنا واحد وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.